وحشتوني قوي، يا رب دايما تكونوا بخير. ما تيجوا نعمل مع بعض أجمل وأسرع جمبري. فعلا فعلا من أجمل وأبسط في نفس الوقت الطرق اللي ممكن تعملوا بيها جمبري. تتبيلة هتعمل صوص خطير، كمان من غير ولا نقطة دهون، يعني من غير زيت ولا أي حاجة ولا نقطة مية. هيبقى حلو قوي قوي. فتعالوا كده سريعا اقول لكم انا عملته ازاي. بس يا ريت الاول نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك. واللي اول مره يشوفني انا رغدان. اول حاجه كده، انا جبت الجمبري غسلته كويس. وبعدين شلت السلسله اللي فيها رمل دي اللي في ظهره بخله اسنان او بشوكه. بعد كده بقى هنقطع الخضار اللي احنا هنحطه على الجمبري. يعني استخدمت نص فلفلايه صفرة وتقريبا نص فلفلايه حمراء. هقطعهم كده كيوبس صغننين بس مش صغير قوي. بعد كده بقى هقطع فلفلايه حاميه. طبعا تقدروا تستغنوا عنها لو مش بتحبوا الحامي، بس هي بتدي فعلا طعم حلو قوي. قطعت كمان بصلتين وسط، ده على كيلو جمبري. لو اقل او اكتر تزودوا او تقللوا. قطعتها كده التقطيعه دي، مش ترنشات كامله. انا بحب اكتر اقطع البصل والفلفل وكده، مش اضربه في الكبه، بيبقى احلى بكتير ما بيتهريش، بيبقى ليه شكل بعد ما بيستوي. كمان قطعت فصين توم كبار ترنشات كده. بعد كده بقى هنحط التوابل. حطيت معلقه ونص، معلقه صغيره، معلقه ونص كمون، ونص معلقه كزبره ناشفه، معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه بابريكا، وهحط الملح. وعصرت كده عليهم ليمونه ونص، دي ليمون وسط، لو كبير يبقى ليمونه. ولسه كمان بنعصر لما بنيجي ناكل. نقلبها كده بالراحه او ننطق كده الجمبري. بعد كده بقى انا حطيته في صينيه، يعني سويته في الفرن. تقدروا كمان تسووه عادي على البوتاجاز، في حله على البوتاجاز. بعد ما حطيته بقى في الصينيه اللي هدخله الفرن، غطيته بورق فويل ودخلته بقى في الفرن. ولعت من تحت، يعني حطيته في الرف اللي تحت. درجه حراره عاليه شويه، هياخد تقريبا ربع ساعه او ازيد، حاجه بسيطه. لو هتسووه على البوتاجاز هياخد اقل، يعني هياخد 10 دقايق بالكتير. وكده بعد ما طلعته خطير حلو قوي. بصوا الصوص اللي منزله الجمبري بدون ولا نقطة مية، ولا حطينا اي دهون خالص. عملت بقى معاه رز صيادية وسلطة طحينة ورشة بقدونس كده، واعصروا عليه ليمون قبل ما تاكلوا. بجد خطير حلو قوي. والصوص بتاعه يجنن على الرز كده. وطبعا زي كل مره انا مش هقول لكم يا ريت تجربوه، انا هقول لكم لازم لازم تجربوه عشان هو يعجبكم جدا جدا، انا متاكده. وبكده يكون الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو كتير. بحبكم قوي وهتوحشوني قوي. باي باي.